السلام عليكم، هلا والله بالجميع في مقطع جديد ومباراة جديدة للنادي الأهلي اللي يلعب في البطولة الودية التنشيطية لموسم كامل عشان يهيئ نفسه للمواسم القادمة في طحن وإيش عودة لهذا الكبير إلى دوري المحترفين إن شاء الله من هذا الموسم. مباراة جديدة، تشكيلة كالعادة فيها نواقص يعني، لكن ننتظر وما لنا إلا الانتظار صراحة. في انتظار الوافدين الجدد، بارو إنه يلعب أساسي، أميرال إنه يخش التشكيلة، ميليسي برضه يعني رغم أنه يعني كان يلعب ما وقف فترة طويلة، لكن المدرب يقول إنه مو بجاهز. هنا ممكن يكون فيها فرصة. لا 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 لا. طبعا لو مش متابع، فالمباراة الأخيرة أنا ما صورتها مع الأسف، ولسبب يعني صراحة ما ودي أقول لكم صراحة وش السبب، لكن يعني ظروف صعبة جدا. لكن المهم أننا حضرنا في هذه المباراة، وإن شاء الله الفوز من نصيب الأهلي في هذه المباراة. أيضا شكرا لكم صراحة على وصلنا ل4000 مشترك، وفي الطريق إلى 5000، يعني صراحة في وتيرة سريعة للوصول ل5000، وإن شاء الله يعني 10,000 قريبة بإذن الله. الهدف اللي كان ودي أحقق السنة اللي راحت، لكن ما قدرت إني أحققه. إن شاء الله راح نحقق السنة هذه. الشيء الثاني، معليش راح نسولف كثير يعني في البداية. الشيء الثاني، فتحت قناة جديدة. ليش فتحت قناة جديدة؟ بسبب يعني بعض المشاكل اللي تتعلق بالربح في هذه القناة، يعني تقريبا لها 2.5 شهر ما انحلت المشكلة، مشكلة الربح معلق على القناة، فنشتغل على الفاضي، ما ينفع الكلام هذا. فقلت افتح قناة جديدة ونستمر في هذه القناة في ردات الفعل، والقناة الجديدة الافكار الثانية اللي انا ودي اسويها راح تكون في القناة الثانية، ويا رب يا رب ان القناة الثانية ما يكون برضو عليها مشاكل في هذا. رابط القناة تلاقونه في الديسكريبشن، وبرضو يعني رابط حساباتي في السوشيال ميديا لو حابين يعني. ماشي يا هيثم، بسمعك اخوياك تكفى. في وسط الزحمة هذه ما راح تسوي شيء، العب مع اخوياك. يلا هيثم، يلا روح. يا سلام، مقرية تكفى، مقرية يا هيثم. روح. يا سلام عليك. ها ابعد عن المدافع يا اخي. متسلل، تكفى يا شيخ. متسلل يا علي، متسلل واضح، متسلل. هاتها يا رياض، يلا يا رياض، ارجع يا رياض. اها، مشي كورة خلاص. بعيدة يا رجل. حطها. لا يا فهد، لا. كرت اصفر على الفاضي يا فهد، كرت اصفر على الفاضي، ما له اي 60 داعي. يا زياد، يو حلوة منك يا شيخ. ولا هذا اياد؟ هذا زياد ولا اياد؟ لا زياد يا حبيبي، انا عارف من اللي شات. اعطيني يا شيخ. ايوه يا شيخ، تنطرب من الجمهور ولا تنطرب من الرفعة والركنية هذه الجميلة، الهدف الرايق. اعطيني يا شيخ. ايوه يا شيخ، من بدري نسجل. حلوين. ايه يا شيخ، من بدري يا رياض. ارفع من بدري يا رياض. حطها. يا على الحلاوة، يا شيخ. حكم، يا حكم بلتي. قال لك ما فيها شيء، ويده هذه ايش تسوي يا اخي؟ هو اللي دافع، ايش تبغى؟ هو اللي دافع، شكله بيحسبها. احساس يقول بيحسبها، يحسبها. يلا. عندنا حارس، رغم ان انضرب
انضرب الكرة نازلة على يده، بس يعني يلا ماشي نضرب. الربيعي ان شاء الله، الربيعي بردها. شد يدك يا ربيعي، شد يدك يا اخي. والله حرام، اقسم بالله حرام اللي يصير هذا. مو لازم تمسك كورة يا اخي، ابعدها هناك بعيد عن المرمى. حرام عليك يا ربيعي، والله حرام عليك يا شيخ. ولا واحد فيكم بيسترجل وياخذ الكورة قدام المرمى. نهاية الشوط الأول اللي ما كان ذاك الزود يعني صراحة أداء على أرض الملعب، حتى نتيجة ما عجبتني صراحة، أبدا ما عجبتني. في انتظار الشوط الثاني وتحسن إن شاء الله في الأداء وفي في التكتيك والبدلاء، يعني إذا خشوا البدلاء فننتظر الشوط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي والأخدود. الشوط الأول 1-1، الشوط الثاني في أداء أفضل ونتيجة أفضل للأهلي إن شاء الله. يا ناس يا ناس يا ناس، هذه إيش؟ هذا إيش اللعب هذا؟ إيش اللعب هذا يا ناس؟ يا شيخ يا شيخ يا ربيعي، يا الله يا ربيعي، يا الله يا ربيعي، هذه إيش يا ربيعي؟ تكفى هذه إيش؟ خويك اللي قدامك امسك الكورة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم على بعض العقول الفاضية. هيثم برا يا هيثم، برا برا، مستوى معفن اليوم، برا يا ناس. ما في حد صاحب ذا الفريق ذا اليوم. يا ناس يلا رياض، ولا واحد بيتحرك، كلهم واقفين، كلهم واقفين ينتظر الكرة تيجي في حضنه، ينتظر اللاعب تيجي الكرة في حضنه، ما بيروح يتحرك من وراء المدافع ولا شيء، ولا بيسوي اي شيء. عبد الباسط، مركزك يا عبد الباسط، خانتك يا عبد الباسط، مكانك يا عبد الباسط. سوي زعلان انت وجهك، ها العب زين بعدين ياخذ لك. مباراة ضايعة رايحة فيها، لا مستوى ولا تحكيم ولا أي شيء في الحياة. عبد الباسط برضه، عبد الباسط برضه، يا سلام يا رجال، صيح إلى بكرة والله، ولا بهلله. الرابع والله اني داري، والله اني داري، والله اني داري. الله يحرق ابو ذا اللعب يا ناس، الله يحرق ابو ذا اللعب يا ناس. لا فهد عرف يغطي زي الناس، ولا الربيعي غطى الزاوية زي الناس، ولا واحد مصحصح في هذه المباراة. قال لك باخذ الثار، قال لك يا رجال والله ما عندي شك، والله ما عندي شك يا عبد الباسط، والله ما عندي شك يا عبد الباسط انك بتعك فيها وما بتيجي هدف. لو تسوي ما تسوي، خلاص يا حكم صفر. يعني شوف سبحان الله، حتى واحنا خسرانين وبنتيجة كبيرة ما بيعطينا بلنتي، ما في امل بيعطينا بلنتي برضه. حسبي الله ونعم الوكيل. نهاية المباراة الازفت في تاريخ الدوري التنشيطي. دوري تنشيطي، حسبي الله ونعم الوكيل. بس هذا اللي انا بقوله صراحة. تعبان نفسيا من المباراة التبن هذه. ما في اي شجاعة في مواجهة هذا الفريق المستفز، لا من المدرب ولا من اللعيبة. ما في شجاعة يا اخي. اوكي مهزوم 2-1، مهزوم 3-1، ما تعرف تضغط عليهم نفسيا وفنيا، ما تعرف. ماني عارف الى فين بنوصل مع هذه النوعيه المباريات هذه. شكرا لكم على المتابعه، سبسكرايب لايك وشير وفعل جرس التنبيهات. اشوفكم في مقاطع قادمه ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسون تشتركوا في القناه الثانيه.